هناك فصائل مسلحة معروفة ومعلنة لديهم عقيدة وموقف يتعلق بأن هناك وجود أجنبي في داخل العراق، وهذا الوجود نعتقده كلامهم نعتقده أنه نوع من الاحتلال يخل بالسيادة العراقية. وهذا كان أحد المواضيع المهمة اللي اتحدثت فيها أنا المتحدث عندما كنت مكلف. ومن يكلفني؟ الكتلة الأكبر. يقول لي تعال أريد أكلفك رئيس وزراء شكل حكومة. أوكي. شنو المشاكل؟ قلت لهم المشاكل اللي أمامنا السلاح، الفساد، وواحد اثنين ثلاثة. هنجي على موضوع السلاح وهذه الإشكالية وهذا المبدأ اللي تتحدثون فيه. هذا شلون نعالجه؟ نعالجه بالقصف والصواريخ وكل واحد من يمه يتخذ القرار نيابة عن الدولة ومؤسساتها؟ مو صحيح. هذا معناها يظهر العراق دولة تقودها مجاميع مسلحة وهي اللي تقرر نيابة عن الشعب. أيا كان رأيك أنت تفاصيل كمجموعة، هذا رأيك أنت، مو بالضرورة هو يكون رأي كل الشعب العراقي. الشعب عنده ممثلين بغض النظر عن العلاقة بينه وبين الممثلين أو نسبة، لكن وفق الدستور وفق القانون عندنا ممثلين في تحت قبة مجلس النواب، وهؤلاء انتخبوا حكومة، وهذه المؤسسات الوحيدة هي المعنية باتخاذ القرار.